جوليان الفاريز غينوض مع الاتليتيكو مدريد باش يمشي للبارسا، وعلى حساب ما قالت الصحافه على انه جوليان الفاريز كاعي بزاف من الاداره ديال اتليتيكو مدريد من بعد ما وعدوا على انه غيكون اجتماع ما بين جوليان الفاريز وما بين المدرب وحتى المدير الرياضي ديال النادي. فمن يرجع الفاريز من العطله ما لقى مدرب ما لقى المدير ديال النادي. سيميوني قال لك كان خارج يومين عطله، وفي البري سيزون نورمالمون دابا الفرق راسلوا العطله ودخلوا كيوجدوا الموسم جديد. سيميوني عاد خرج كونجي قال لك يومين. الفاريز ملي ما لقى حتى شي واحد تعصب حيت كان باغي يقول لهم على انه باغي يمشي للبارسا، فحاولوا انكم تفاوضوا معاه. حيت الاتليتيكو والسادي قال لك حنا ما باغينش نبيعوا الفاريز دونك راه ما غاديش نتفاوضوا معاكم عليه. بغيتوا الفاريز حطوا 500 مليون يورو قيمه كسر العقد، اما باش نتفاوضوا معاكم لا. وخا اللاعب في كاس العالم خرج بتصريحات كيقول على انه باغي يمشي يحقق الحلم ديالو هو انه يمشي يلعب البارسا، واحسن حاجه بالنسبه ليه وبالنسبه للنادي هو انهم يخليوه يمشي بطبيعه الحال، حيت البارسا كانت كتسنى هذه الخطوه هذه من اللاعب باش يبين النيه ديالو في العلن، وبالتالي كنوع من الضغط على اتلتيكو مدريد باش يقبلوا انهم يتفاوضوا مع البارسا ويخليوه يمشي. فالاتليتيكو مدريد كل مره تيخرج تيقول لك لا حنا ما غاديش نبيعوا، واخا اللاعب قال على انه باغي يمشي وعلى انه باغي يمشي يحقق الحلم ديالو وما بقاش بغى يلعب معاهم وما كاينش في الخطط ديالهم. مع ذلك الاتليتيكو مدريد مصرين اصرار على انه الفاريز ما غيمشيش للبارسا. هما عندهم مشكل مع البارسا، ما عندهمش مشكل مع الانديه اخرى. كون الفاريز كان باغي يمشي لارسنال ولا باغي يمشي للبي اس جي كانوا غيخليوه يمشي، ولكن حيتاش باغي يمشي للبارسا قالوا ليه لا ما نخليوكش تمشي. كنتفهم على انه خصم مباشر، ولكن كنظن بانه في السنوات الاخيره راه الاتليتيكو مدريد ماشي خصم مباشر ديال البارسا، راه باين الخصم المباشرين راه هما الريال والبارسا، هما اللي كيتنافسوا على الالقاب ديما وهما اللي كيديو الالقاب ديما. الراف شحال كدير الاتليتيكو شي دوري، والصراحه ما كنفهمش الانديه اللي كيجي عندهم لاعب تيقول لهم اودي انا راه مابقيتش باغي نلعب معاكم، انا باغي نمشي بحالي، وكيبغيو يفرضوا عليه الصحه على انه يبقى. لا انت كنادي كتستافد، لا اللاعب كيستافد، لا حتى شي حاجه. تخيل معايا كتخلص واحد اللاعب بواحد الصالير اللي هو طالع حيت راه نجم الفريق، وثانيا ما كتستافدش منه في التيران، وحتى الا لعبتي فرضا فراه لاعب فوق من خاطره، يعني راه ما غيعطيكش داكشي اللي عنده كامل، ما غيكونش مركز معاك، ما حاملش يلعب معاك. غوارديولا مع السيتي كان قال لهم ان فوا كيجي عندي اللعاب تيقول لي انا راه ما بقيتش باغي نبقى باغي نمشي بحالي، قال لهم تنحل ليه الباب وتنقول ليه سير، حيت ما يمكنش نجلس معايا واحد اللعاب ما باغيش يلعب معايا، يعني ما غيعطينيش ما غينفعنيش، انا ما غنستافد منه والو. اللعاب ما هو جا عندك قال لك استاذي انا ما بقيتش باغي نلعب معاك، فشنو غتستافد منه انت كنادي؟ غتستافد ماديا، هي غتبيعو، غتمشي تجلس تفاوض تحاول انك تخرج احسن عرض ممكن وتاخذ المليونات ديالك وسير جيب اللعاب اللي باغي يلعب معاك انت كفريق، وخلي اللعاب يمشي وانت كتمشي تدبر لك على لعاب اخر وكتدخل فليسات وسالينا. اما باش تقول اللعاب لا صحه خاصك تبقى معاه، انا تنفهم على انه اللعاب عنده عقد وخصو يحترمو وكذا 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 وكذا، ولكن حنا راه في عالم كره القدم، راه في عالم كره القدم هكا داير. كيف ما النادي تيبغي يصيفط واحد اللعاب يمشي بحاله، فراه حتى اللعاب من حقه انه يشوف الكارير ديالو، باغي يمشي يلعب فرقه اخرى. دونك هذه مساله عاديه جدا في كره القدم، عاديه جدا. اللعابه تيمشيو من فرقه لفرقه، انديه ما تيبقاوش باغيين اللعابه فراه كيصيفطوهم بحالهم. هادشي جاري به العمل في كره القدم، بحال هادشي صراحه ما كيعجبنيش انا يكون في كوره. بحال دابا البارسا جا فيران طوريس جات عنده قال لهم باغي نمشي بحالي، قالوا لي طريق السلام، جلسوا مع البي اس جي يتفاوضوا معاهم والله يعاون العونات، صافي اش غنبقى ندير بك؟ شكون ما بغيتي تكون غير حدك كتجبد على انك ما بقيتيش باغي تلعب معايا، هذا كيعني انك ما بقيتيش احترمتي النادي، اذا ما تستحقش انك تبقى لابس التوني ديالو. علاش غنبقى انا شادك؟ لا عفاك لعب معايا، بقى معانا صحه لح بغيناك تمشي. انت كتبني واحد المشروع رياضي، جيب اللعابه اللي باغيين يلبسوا داك التوني، اللي باغيين يلعبوا معاك، صافي كره هكا. داكشي علاش كنظن بانه احسن حاجه للاتليتيكو هو انهم يطلقوا الفاريز. اصلا الفاريز مع الاتليتيكو مدريد ما مخرجينش منه كاع داكشي اللي عنده. الفاريز عنده واحد الامكانيات كبيره بزاف، والبارسا هي احسن بلاصه بالنسبه للفاريز. البارسا محتاجه بروفي ديال الفاريز، والفاريز محتاج فريق كبرشلونه. الطريقه اللي كيلعبوا بها البارسا غادي تخرج منه لي كاليتي ديالو كاملين غنشوفوا الفاريز واحد اخر. هذا الاعتقاد ديالي، كنظن على حساب المعرفه ديالي بالنادي وعلى حساب المعرفه ديالي باللاعب. فالستيل دو جو ديال الاتليتيكو مدريد مخبي بزاف ديال الحوايج عند الفاريز، راه ما مخليش يبان الفاريز اللي كنعرفوا ديال بصح اللي كنا كنشوفوا مع السيتي. على حساب ما قالوا الصحافه على انه الفاريز راه ما غاديش يسكت، زعما غادي يقول للفرقه على انه باغي يمشي بحاله وغيضغط عليهم باش انهم يخليوه يمشي بحاله ويقبلوا العرض ديال البارسا، او على الاقل يجلسوا يتفاوضوا معاهم بعدا، وديك الساعه يفتحوا الباب ديال المفاوضات، لانه اللعاب
باغي يمشي. وغنشوفوا واش الفاريز غادي يدير نفس القصه اللي كان دار ايزاك مع نيوكاسل يونايتد، فاش كان دار تصعيد لاقصى درجات، ما حضرش لي زونطريمون، كان خرج واحد البلاغ عنده في انستغرام ديالو، دونك فهمتيني احتج بجميع الوسائل باش انه يمشي في حالاته. وفي الاخر نيوكاسل يونايتد شاف التعيات وقالت ليه سير الله يعاونك، وخداو 120 مليون يورو صافي سلام. كنظن على انه الاتليتيكو في اخر المطاف غادي يطلقوا الفاريز، ولكن بشرط على انه اللعاب يدير الضغط، لانه يضغط على الاتليتيكو مدريد اقصى درجات الضغط. فهمتيني ديك التصعيد ديك الساعه ممكن نقول لكم على انه الفاريز يقدر يمشي للبارسا. من غير هذا الشيء ما تحلموش بالفاريز في البارسا، صافي هذا الشيء اللي كاين. ولكن التساؤل اللي غيكون عندي هو كيفاش غتعامل الاداره مع الفاريز مورا زعما الى ما خلاوش يمشي للبارسا وخلاوه عندهم، كيفاش يتعاملوا معاه من ورا داك الشيء، والجمهور كيفاش غيتعاملوا معاه، وبزاف ديال الحوايج يعني غينوضوا على راسهم صداع، وبزاف ديال المسائل اللي هما في غنى عنها. طلق اللاعب يمشي وخذ الفلوس وسالينا وسدات مدام. ما تنساوش ديروا لايك، خليوا لي الراي ديالكم في هذا البلان، شنو بان لكم واش الفاريز غيجي للبارسا ولا ما غيجيش. ونتلاقاو في فيديو جاي، ديروا سبسكرايب وبارطاجيو فيديو، ونتلاقاو في فيديو جاي.